ازيكم عاملين ايه؟ انا هاجر من قناه لولي شانل. لو اول مره تشوفيني ما تنسيش تضغطي اللايك وتدوسي الاشتراك. معلش فصلت عشان البنات. ما تنسيش تضغطي اللايك وتدوسي على كلمه الاشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل حاجه. في نسبه كبيره قوي قوي من المشاهدات، اما الاشتراكات قليله جدا. ليه يا بنات؟ مش لازم نطلب من حد الدعم يعني. انا مستنياكم انتوا تفرحوني وتوروني بقى ازاي. في كميه كبيره اشتركت في القناه، بس جه وقت كده والدنيا نامت مفيش اشتراكات، مش عارفه ليه، مع اني مش مقصره معاكم يعني في الفيديوهات. النهارده بقى ايه؟ انا عامله المقدمه دي يعني. كنت صورت حاجات من الفيديو بتاعنا، مش هعمل اي حاجه النهارده هننزل كده نروح عند خالته. وكمان جايبين مشتريات للمدرسه. هيثم اول سنه، هي ليندا السنه دي في كي جي 2. كي جي 1 انا اللي جايبه الحاجه السنه اللي فاتت. اللي هو ايه يعني، ما كانش جايب حاجه وكده، كان جايب حاجات بسيطه. فالسنه دي حاسس ان هو فرحان. انا كنت اول سنه بقى، وكل ما اشوف حاجه اجيبها واجري اجيبها ومبسوطه وفرحانه. فهو السنه دي اللي حاسس بالفرحه دي لوحده، اكنها اول سنه هتخش. فطبعا ليندا كانت في حضانه من قبل الكيجيهات. المدرسه اللي انا مدخلها فيها لازم تخش فيها كي جي 1 وكي جي 2، وهي لسه يعني 5 سنين. بس انا كنت موديها حضانه عشان في دلوقتي اختبارات في المدارس وكده، انتوا عارفين ان لازم الطفل يكون بيقرا ويكتب. ف انا بقى كنت ايه، لما بلاقي شنطه اجيبها، ماما تجيب الكشاكيل والاقلام والمساطر، وانا طفله من جوايا يعني. انا احب البرايه اللي ليها شكل، المسطره اللي ليها شكل، بحب الحاجه المختلفه، الحاجه اللي مش موجوده مع حد. كمان ايه بقى، هو السنه دي نزل وجاب لها الحاجه، فمبسوط وفرحان وحاسس باختلاف. السنه اللي فاتت جه يجيب، قلت له لا يا هيثم هات بس اللبس، ان انا كل حاجه جبتها. فقال لي ازاي؟ قلت له انا كنت كل ما انزل والاقي حاجه تعجبني كنت اجيبها لها، عشان بس البنات اللي هتشوف الفيديو والناس ما يكونش فيه اعتراض او حاجه. في كميات حاجات كبيره، في حاجات بتاعه السنه اللي فاتت وحاجات بتاعه السنه دي. والحاجات اللي انا ما كنتش محتاجاها نزلت فيديو قلت اللي محتاجها يتفضل يقول عليها وياخدها. هم شنطتين بس اللي خليتهم لمليكه، والباقيين بس ما يعني قلت اللي محتاجهم ياخدهم. كنت بجيب الحاجه ازاي؟ زي ما قلت لكم، كنت كل ما انزل الاقي حاجه عجباني كنت بجيبها. الحاجه لو ما عجبتنيش خلاص يعني مش بجيبها. فعشان ما تحسوش ان الحاجه كتير عليكم، بحاجات بسيطه نازله افضل معايا مثلا 50 كنت اجيب حاجه، اجيب بقى كام كشكول، اجيب برايات كده. فبلاقي الدنيا هاديه، بيبقى فاضل لي على الشنط، على المقالم، على الحاجات البسيطه. وزي ما قلت لكم عندي حاجات من السنه اللي فاتت. ما تستصعبوش الحاجه عليكم، عارفه الحاجه ولعت وبقت اضعاف. والله انا زيكم يعني، مش اللي هو بجيبها على طول، لا. زي ما قلت لكم بجيبها حاجه حاجه كده يعني، مش حاجات كتير، ما بجيبش كميات مره واحده عشان ما افضلعش فيها. كشكولين، مثلا برايتين، مسطره، لقيت فات معايا فلوس وفي شنطه عجبتني بجيبها، في شرابات بجيبها، في شراويل بجيبها كده. فالحاجه ما تقلتش عليا عشان كنت بجيب حاجات بسيطه. يلا بقى نكمل بقيه الفيديو. هنشوف هيثم المره دي. انا نزلت صورت معاكم عشان كنت هجيب لها الشنطه، وهو قال لي لا لا خلاص، هي عندها 3 جي كتير اللي هي الشنط البارزه، وعندها اللي هي مرسوم عليها البنوتات اللي هي الديزني وكده. قال لي لا خلاص سيبي الشنطه دي بقى عليا انا. ففعلا جاب شنط وجاب دستات كشاكيل وكده. طلعت الحاجه ده اللي انا عايزاه، وبقيت الحاجه خليتها. ان هي في المدرسه ما بتاخدش حاجات كتير، لكن في الحضانه الاساسيه اللي هي فيها بتاخد. وانا كمان هعمل ايه؟ هتنزل الحضانه 3 ايام في الاسبوع، منهم يوم السبت الحضانه شغاله. هتنزل يومين كمان في الاسبوع مع المدرسه عشان تبقى بس دماغها ايه، موزونه. انتوا عارفين الكيجيهات تحت يعني اخرهم حاجات بسيطه، لكن هي هنا مع الميس اللي هي بتاخد معاها. على فكره انا برده مدرسه تاسيس، فالميس دي انا كنت معاها من فتره وهي شاطره جدا جدا. فانا بنزلها ليها، انا ما بديهاش بقى عشان دي بنتي في العاديه. انا ممكن اذاكر لها اتعصب عليها، لكن الميس عارفه تجيبهم ازاي. كل واحد وليه طريقه. انا عارفه ادي حد غير بنتي، ادي يعني بدي الاطفال وكده، لكن بنتي مش عارفه اتعامل معاها نهائي. فاكيد اللي عارف الموضوع ده مجربه. فهنشوف عملنا ايه. رحت عند خالته وهو هيثم جاب لها حاجه المدرسه، وهنشوف الفيديو بقى كامل مع بعض. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك، ماشي يا بنات؟ وهنا جزمته كتاكيته بقى اللي احنا جبناها دي براية، وفي اشكال تاني كتير. وهنا المقالم، كل حاجة هتشوفوها في قلب الفيديو ده. فما تنسوش، عشان كمان اصور معاكم اللانش بوكس واصور معاكم اول يوم مدرسة، واقول لكم الحاجة جبتها منين وبالاسعار. واي حاجة في الفيديو ده معروف سعرها يا بنات. انا زي ما قلت لكم ما جبتش الحاجة ومرة واحدة، حاجات هيثم جابها وحاجات انا كنت بجيبها على مرات كتير. كنت كل ما انزل والاقي حاجة ومعايا 10 20 50 60 اي حاجة بقى بجيبها. والشنطة المرة دي جبناها مختلفة عن كل سنة زي ما انتوا شفتوا في بقية الفيديوهات. ما تنسوش وافضلوا معانا واتفرجوا على الفيديو. بصوا بقى، انا دخلت لقيت مليكه عقبال ما هيثم جه ونزل عامله عرض ازياء هي وليندا. بصوا ده لانشون بوكس كله اللي عندي، وفي كمان واحد احمر. اخو دول. فعندي بصراحه دول كلهم بتوع السنه اللي فاتت يعني. فانا مش هجيب تاني، اللي موجودين مش هجيبهم. وده برضو كان بتاع الحضانه بس مش هنستخدمه. وده كمان هو غطاه مكسور، فدول مش هنستخدمهم، بس هم حطوهم. ده اللي انتوا عارفينه اللي هو فيه كذا قطعه من جوه اهو. وده اهو. بصوا بقى الازاز القمر دي. بصوا ده جديد لسه، وهكمل معاكم. ده جديد زي ما هو يعني. ده وده ما راحتش بيهم، وده كمان ما راحتش بيه. ده اللي راحت بيه، والبامبي وده ما راحتش بيه برضو. يعني الجزئيه دي كده كل اللانشون بوكس ده ما راحتش بيهم الاربعه دول. بصوا بقى الازازه الاموره دي، الشطوره الزغنطوطي دي اللي هي السيليكون.
انا عندي منها بتاعت السنه اللي فاتت اهي، بتتفتح كده، مش عارفه افتحها بايدي الشمال، عامه هي بتتفتح كده وبتتقفل، فدي يعني افضل حاجه ما بتغرقش الدنيا. والزغنطوطه بتاعتها دي عامله 15، انا جبت 2، واحده ليندا وواحده المليكه. بصوا بقى، اول مره هيثم يجيب لها حاجه الحضانه او المدرسه، فمبسوط قوي وفرحان، مع ان دي كي جي 2 مش كي جي 1، فبس اول مره يعني. بص الازازه القمر دي، القمر دي وحجمها صغنطوط وخطيره وشكلها تحفه، عجباني قوي، انا هاخدها، تحفه. دي عامله 42 500 مللي، عامله 42 جنيه بالفواتير اللي هو جايبها. بصوا جاب لها القمر دي كمان، بس دي يعني اعتقد ان هي مش هتنفع، اعتقد ان هي مش هتنفع للكيجيهات يعني والمدارس وكده، ان هي اكيد هتكب الحاجه من هنا، فانا هخليها لها للبيت. وهو كمان يعني لمليكه زيها، ليندا ومليكه الاثنين زي بعض، فشطوره خالص وجميله. بس كان عندي الافضل ان هي لو بتتقفل، بس يلا يشكر استاذ هيثم ان هو جايب. بصوا بقى الحاجات كلها مفروده، عايزه اقول لكم ان هم فاردين كل حاجه في الارض، او ليندا فرحانه بيهم، بس هنمسك كده وهوريكم. طبعا عارفين ان هي عندها الشنط اللي هي 3 دي، واللي هي اللي مرسوم عليها روبانزل وديزني وكده، فهو حب يعني يغير وما يجيبلهاش نفس الشكل تاني، فيجيب لها حاجه تاني. وانا برضو عندي منها واحده لونها بينك، بس يجيب لها المره دي اللي هي عليها الدبدوب. هو جابها اغلى ما هي موجوده هنا، بس القماشه بتاعتها فعلا تحفه وتقيله ومحمله وحلوه. وريها لي، قالوا لي كده روح هاتي لي الشنطه. تعالوا بقى اوريكم مليكه عامله ايه. هو جاب ديست، بصوا كده مليكه وليندا فردوا الحاجه في الارض كلها. انا بقى ايه، اول ما جاب خدت، كان جايب ديست مسطر ومربعات وانجليزي، فاخدت اللي هي هتبقى محتاجاه بس عشان ما دهورش الدنيا، وشلته، شلت الباقيين. دول اللي هي هتبقى محتاجاهم اكيد هنجلتهم وهنعملهم كده مع بعض. الكشكول، بصوا الدست عامله 55، فيها متهيألي مش 12، فيها 10 بس. اهو بصوا بقى شكلهم كده، البنات رصوهم. وطبعا ليندا متضايقه عشان هي اشكالها ولادي، بس طبعا انا هجلدهم فمش هيبان خالص. وبصوا دي هي معاها زيها اللي بتحط فيها الصابونه، بس برضه انا هوديها بتاعه السنه اللي فاتت. بصوا بقى الشنطه بتاعتها قمر، حجمها مش كبير على فكره، حجمها يعني على قد الكيجيهات، بس تحفه وخامتها حلوه قوي، حلوه اللي هي تتغسل وكده، ونضيفه وتقيله. بس يا ايك وحلوه. فهو قال لك ايه يعني، انا مش على طول اديها لها يا ليندا وخليها تسكت، انا مش على طول هجيب اللي هو الديسني واللي هي ال 3 دي وكده والمجسمه يعني. فقال لي انا حبيت اغير لها، هي عندها من الشنط دي. بصي الزبزوب الامور ده كتير، بس ايه مشكلتها بقى ان هي سوسته واحده. انا كنت بحب اللي هما يبقوا 2 عشان اللانش بوكس والميه والكراريس تبقى هنا. وانتوا عارفين طبعا ان المدارس دلوقتي بقت الكتب بتفضل طول الترم وباخدها في اخر الترم، بس وفي كراسه بس اللي بيبقى فيه مكتوب فيها الواجب وكده. بس الكشكول بقى زي ما قلت لكم سعره جوه الدستة 55 جنيه. بنتي على يروح الحضانة يا ناس. ودي كمان يا بنات السكتش ده كبير، فاخليه وهجيب لها صغير عشان الشنطه. وريني لون المقلمه كده، وريني يا ماما. وانا كان بودي ان انا احطكم على الترابيزه، بس هما ما استنوش. بص دي شكل المقلمه، هي دي عامله كام؟ 12 ونص. حلوه والله، سعرها حلو. وريني يا لولو، وريني يا لولو الباقي. لا ده نوت بوك. بصوا بقى، هو انا بصراحه ما بحبش الاقلام دي، بحس ان هي خطها خفيف وكده، بس هي عجبته بقى. عامله 17 ونص اهي يا بنات. هو جابهم من الوراق مش من الفجاله، دول من الوراق. طبعا احنا مش في الوراق، بس هو يعني كان في مكان هناك وكده فلقى الحاجات دي وجابها. وريني يا لولو الباقي. هناك يا ليندا مع ملك. بصوا دي بتاعت السنه اللي فاتت، بصوا دي بتاعت السنه اللي فاتت، مفيهاش اي حاجه والله غير دي اللي اتكسرت، بس برضه يعني ايه هبدلها فيهم كده. والشنط نفس الحكايه، الشنطتين الاخرانيين هبدلها برضه. انا كنت هخلي المليكه هبدلها فيهم يبقى مع الشنطه دي كده. عايزه اقول لكم ان المليكه ايه مش مصدق. بصي الكتكوتي ده، بصي الصغنوني ده، ده بقى ايه هيتحط فيه القلم من هنا وخلاصي، بدل الاشكال، بدل الاقلام اللي هي السنون، فده هيبقى زي الاستيكه متهيألي. وبصوا بقى شكله جميل خالص. وده الصمغ. بصوا بقى انا جبت الحاجات دي ليه؟ عشان انا عارفه الطلبات بتاع الكي جي 1 السنه اللي فاتت، فعارفه اللي هيطلبوه مني السنه دي اللي هي كي جي 2، فجبت الحاجات. جاب من دي برضو 2، بس انا مش عارفه هي مش محطوط عليها سعرها، ودي كمان مش محطوط عليها برضو سعرها، هسأله لكم. ودي انا عندي منها، فدي هنخليها بقى ايه لاستاذه مليكه اللي هي لسه يعني ما جابتش 3 سنين،
فلسه. وريني يا وريني يا كميلة. حاضر اخد دي. بص الاقلام دي بصراحة انا مش عارفاها، انا بستخدم اللي هي اللي لونها اسود، مش فاكرة كان اسمها فبر ايه، بس حلوة. مش عارفة دي حلوة ولا لا، بس هنشوف يعني، هنجرب. وهي التانية بتاعت ايكا دي، البينك بتاعت ليندا، ودي بتاعت ايكا. بصي يا خلاصي يا خلاصي، بسهم ليندا ومليكة فعلا. مامي ايه يا مامي؟ وريني يا مامي، وريني بقى. ماشي. بس بقى الاجواء دي اللي هو كلنا بنحبها. لا خلاص احنا صورنا ده. ماشي. بصوا الشريط ده، وده باين بقى للجلادات، برضو شكله حلو. والمسطرة الصغنوني دي. في بقى بتاعت الالوان دي، انا عندي الوان فبرضو هديها. دي بياخدوها في المدرسة، الحاجة اللي هما بياخدوها مش بيرجعوها. ماشي. ايه كسوين هنا دي عاملة 12 ونص. عايزة اقول لكم بقى ايه، اني انا اصلا يعني الالوان دي في انشطه انا بعملها لها في البيت، وفي ورق فوم هم المدرسه ياخدوه بيطلبوه. انا كده كده الانشطه بعملها في البيت، بس هي حاجات يعني مش مهم. فجبنا دي، وانا عندي بقى اللي هي الكبيره، فقلت هودي دي وهخلي الكبيره عندي هنا في البيت. بصوا بقى القلم ده اللي انا بقول لكم عليه، تحفه بجد والله، خطه تقيل. هي كانت العلبه ب 48 او ب 45 السنه اللي فاتت، كنت جايبه لها. بصوا تحفه، وخطه تحفه قوي. انا مش عارفه الكاميرا عامله هي توبي حاجه. ماشي يا كوكو. كنت هقول ايه، خطه حلو بالنسبه للاطفال اللي لسه بتمسك القلم، تقيل وحلو جدا. فانا بصراحه لو لقيت هجيب. بصوا انا عندي الحاجه زي ما هي، عارفين التيكيتات الورق اللي هو بيتلزق على الفاكهه او اللي هو بيتسعر بيه الهدوم، انا بقى كنت بعمل ايه، كنت بلزقه هنا كده واكتب عليها اسمها عشان تبقى عارفه حاجتها. بخلاف طبعا ان انا اي حاجه محطوط عليها الاسم والصوره، انا بس شايله اسم المدرسه محطوط عليها الاسم والصوره، بخلاف اي حاجه. والمقلمه دي برضو بتاعت السنه اللي فاتت. بصوا كله مفهومش حاجه عندي، ان هي يعني ما راحتش يعني بصراحه اكتريه اعتمادي على الدروس وكده، فانا بوديها دروس. ودي بصوا دي حاجه السنه اللي فاتت، طبعا بيلعبوا بيها دلوقتي. فانا بحاول اعلم ليندا ان هو لا، لازم يبقى في نظام، وحاجتنا ما ينفعش نبهدلها. بصراحه هي ما كانتش بتبهدل لي الحاجه في المدرسه، بس مليكه اللي بتبهدل، واكيد كلنا عندنا اطفال ومجربين يعني دول حاجه استغفر الله العظيم. فايه بقى، برضه هبدلها مع دي ودي ودي كمان. وفي واحده بتاعت الوان، لما ليندا دي هخليها توريها لكم. بتاعت الوان ده كده هيتبدلوا فيهم، وفيهم 2 انا جايباهم برضو اللي هي شكل القلم. هبدا ان انا ابدلها واعرفها ان لازم نبقى منظمين. تصدقوا انا لسه واخده بالي ان دي شكلها ولادي، بس هو ما خدش باله. بس يلا، هو ممكن عشان اللون البينك فافتكرها بناتي، بس الرسمه اللي مرسوم عليها ولد. بس يلا عادي هنبدل فيهم. طبعا انا موريها لكم، مش فاكره والله بقى اذا كنت جايباها ب20 ولا ب25، مش فاكره. وبصوا دي بقى بتاعت الالوان بتاعت السنه اللي فاتت، هي الوانها لسه موجوده. دي كان ليها هنا من غطا زي مثلث برده شفاف وفيه برايه. دي تحفه، الوان رسم الاطفال بصراحه جميله. والخط بقى ايه، روكس. الخط بتاعها تقيل وحلو، الوانها حلوه قوي يا بنات، اللي يلاقيها يجيبها. وفيها 12 قلم، والقلم كبير وكده، وفي بقى اكيد منها الصغير، بس دي كانت الميس بتاعتها جايباها لي، يعني انا كنت مجرباها عندها وقلت لها انا عايزه منها، هشتريها منها. اما بقى الاخ ده الاستاذ مليكه فكان لازم اجيب لها حاجه عشان ما تعيطش، فدي جبتها لها. دول كده هيثم جايبهم، دي انا كنت جايبها لمليكه. بصوا الجلابيات بقى دي، مش عارفه انتوا شفتوها معايا ولا لا. بصوا بص، جميل قوي. طبعا ده احنا بنلزقه من جوه. بس هوريكم بقى زي ايه، زي كده كده، بيبقى بالشكل ده كده، يعني عن جلاداتنا القديمه اللي كانت بنشكل فيها اصفر واخضر، وكان كل مستر ليه لون. ودي كمان رسمه تاني اهي، بنوته. طبعا انا عندي بقى من الجلادات دي، فانا ايه، هعمل لها بقيه الكشاكيل. بصوا ده، بصوا انا هوريكم بقى احنا ازاي ملزقينه من جوه. طبعا هو ساعات بيبقى كبير، فبناخده نتنيه كده. وده بصوا لازق بلاستر، بحيث ان الطفل يعني ما تقعش منه. ودي بتبقى رسمه برده تانية، في منها اشكال بقى واللي يعجبكم. فانا كنت بحاول ان انا انوع لها، زي ما انتم عارفين ان انا بحب انوع، يعني انا بحب اشوف الحاجه المميزه واجيبها، ما يكونش حاجه مع كل الاطفال. دي جميله بقى، دي حبيتها قوي. وده زي اللي انتوا كنتوا لسه شايفينه برده. وده اهو. فايه بقى يعني، ده كله هيتحط في حاجات تانية، يتحطوا في حاجات تانية. بصوا دي برضو كانت بتاعت الوان، بس الالوان اللي هي زي الفلوماستر، فهي انا مخليها بقى الليندا برضو تحطوا فيها حاجات تاني. فدول كلهم كده، دول كلهم كده هيبقوا ايه، يعني الاستخدام هتبدل فيهم. وكمان انا معرفاها ان هي واختها اي حاجه، حتى لو حاجه واحده تبقى هي واختها،
مفيش حاجه بتاعت حد واحد، فلسه عشان ليكا ما دخلتش حضانه لسه صغنطوطي، فاي حاجه ليكا هتعوزها هتاخدها، اي حاجه من الحاجات دي هما الاثنين. وده من العلبه ده بقى من العلبه اللي هيثم لسه جايبها، هنجربها. بصوا يا بنات، انا بحب الحاجات دي قوي، بحب الاجواء قوي بتاعه المدرسه. ربنا يرزق كل مشتاق يا رب، ويدي كل واحد، ويرزق كل واحد ويقدره على الاولاد اللي عنده. طبعا هو انا لسه مش حاسه بحاجه ان انا لسه ليندا في كيجيهات، بس انا بوديها يعني حضانه ودرس غير المدرسه من وهي عندها 3 سنين، بس لسه مش حاسه بغلاء الاسعار طبعا بتاع الكتب وسلاح التلميذ والحاجات دي كلها، اني لسه ما وصلتش للمرحله دي. بس الله يكون في عون كل واحد يعني معاه اطفال، الله يكون في عونه ويقدره. انا مش بجيب حاجات مبالغ فيها، دي حاجات من السنه اللي فاتت موجوده عندي، ما جبتهاش كلها مره واحده، كنت كل ما انزل ويعجبني حاجه كنت بجيبها. ان انا يعني ليندا اول واحده تخش عندي مدرسه، واكيد اللي عنده اطفال بيبقى مجرب الفرحه دي. ففي الوقت ده في ناس لسه مش مقدرتها ان هو تجيب، وفي ناس نفسها تجيب، وطبعا يعني في وانا بصراحة مش بحب اطلع اقول انا جايبة الحاجة بكذا وكذا وابالغ في الاسعار، لا، انا بجيب باقل الاسعار. وقلت لكم زي ما قلت لكم لما بنزل الاقي حاجة بجيبها، وبعرف اسعار الحاجة من مكتبة واتنين وتلاتة، فمش هطلع اجيب حاجة ب10 اقول لكم لا انا جايباها ب100 وب50. في ماركات تانية بتبقى اغلى، بس انا ايه يعني ببدل في الحاجات اللي عندي وكده، وبحافظ على حاجتي بنظافتها وكده، فالحاجة بتفضل عندي عايشة وقت طويل. زي ما قلت لكم دي من السنة اللي فاتت، وكمان بتروح بيها الحضانة، فعلى قد ما هنقدر نعرف نحافظ على حاجتنا بنظافتنا. مش بقول اسعار مبالغ فيها، الحاجه اللي انا جايباها ب10 بقولها ب10، جايباها ب100 بقولها ب100. فده الطبيعي بتاعنا يعني، والناس كلها عارفه الاسعار، وربنا يرزق كل واحد. بالها من كل حاجه اتنين بس، عشان لو غسلت وعملت، وانتوا عارفين الشتاء الغسيل فيه ما بينشفش بسرعه. فقلت، وفي عندها من بتوع السنه اللي فاتت نفس اللون، هو اتجاهات لون والمدارس لون. فوالله في فرحه، في بهجه، يا رب عقبال ما اودي مليكه وتودي عيالكم كلكم في فرحه وفي بهجه. بس عايزه اقول لكم القلق اللي انا ببقى فيه وهي في المدرسه والتخيلات، ربنا يا رب يحرسهم ويوديهم يجيبهم بالسلامه. كل ام بتبقى قلقانه، ربنا يفرحنا دايما، ويعني يكونوا هم مقدرين اللي احنا بنعمله ليهم وعشانهم وبس. والشنطه بتاعتها اهي، هي حباها قوي، وكل شويه تقول لي ماما صوريها لي، ماما صوريها لي. هسميها ايه الزبزوب ده؟ هسميه ايه؟ عارفه كوكي قطه. خليها هسميه كوكي يعني. طب كوكي عشان تبقى كوكي اختك، عشان وانت في المدرسه تبقى شايفاكي بقى وتبقي وحشها وكده، وتلعبي معاها على اساس ان هي مليكه. بصي بقى الجميله دي، عايزه اقول لكم ان انا كنت جايبه لها السنه اللي فاتت على شكل سمكه، شكل ديك. بصوا الديك اللي هو الرومي، ها بصوا تحفه. انا بحب الحاجات دي قوي، انا طفله من جوايا جدا. ماشي. فين يا لولي القرودي؟ بصوا بقى ده اللي انا كنت جايباه، اللي انا قلت لكم الكراريس دي كانت كراريس مش كشاكيل اهي. 28 ورقه، كنت جايباه ب4.5 أو 5 متهيألي، فكنت جايبه. فشكلي كده بقى ايه، في حاجات يعني بجيبها وبنسيها، فشكلي مش يعني هخلي الدسة زي ما هي للدروس، ان انا عندي الميس بتاعت الدروس جباره جباره. ودي كده بصوا، ده الحجم ده اللي انا عايزاه، بالكراسه السكتش دي اللي انا عايزه الحجم ده. وبصوا كنت جايبه لها دي برضو، اللي هي لو طلبوها او احتاجوها، مش عشان الحاجات دي زي ما قلت لكم اللي بيروح مش بيرجع، وانا كده اللي بعمل كل حاجه في البيت. والأروجي ده، الأروجي الجميل ده عرفت ان هو كمان غير ان هو بيتحط في القلم، لا هو استيكه او محايه اللي مش عارف يعني ايه استيكه. بصي جميله خالص، جميل، انا طفله جدا. بصوا دول برضو كان اخويا جايب لها حاجات من ضمنها الحاجات دي للمدرسه، كشاكيل وحاجات السنه اللي فاتت، وكان من ضمنها بقى كان في اساسيك لسه عندي زي ما هي، فدول موجودين عندي زي ما هو. في حاجات برضو كان محمد جايبها، يعني مش كل الحاجات دي كلها هتروح بيهم، حاجات وحاجات. بس برضو الجلادات دي انا قلت لكم بيبقى فيها حوالي 10 أو 12، مش فاكره والله سعرها، يعني السنه اللي فاتت غير السنه دي. ففي حاجات يعني موجوده عندي زي كده وزي الاخضر، فيعني انا مش هجيب السنه دي. وفيهم الجدول برضو اهو. وبرضو هصور لكم في الحضانه، وهي هناك والميس بتاعتها وكده يعني، وبتشتغل معاها ازاي، عشان تعرفوا ان لازم نأهل الطفل قبل ما يخش الكيجيهات. كان الاول اللي هي خلاص اصلا مفيش الكيجيهات دي وكانت حضانه على طول، بس دلوقتي لازم الطفل يبقى مؤهل لكل حاجه. حاولت بقى بنش لها واجيب لها التوك والشرابات، اخر حاجات كده اجيبها لها. الاسعار بقت نار، اللي كان سعره 10 بقى سعره 25 في محل في اول عباس، 10 و20. المحل ده اسعاره حلوه قوي يا بنات، فروحوا يعني كارت التوك اللي معمول هنا 25 كله هناك ب10، واسعار وحاجات جميله قوي قوي. يا ريتني كنت رحت وجبت، بس خلاص الوقت ما فيش ومش هقدر انزل كمان الايام دي اروح اجيب حاجات، فبلم من اللي حواليا يعني المحلات اللي حواليا. فهنا الكارت اللي كان فيه توكتين عامل 25 جنيه، مش عارفه ليه، اللي هو اصلا كان اساسه 7.5. فروحوا شوفوا. باي باي يا بنات.